أنه كانت هنالك بعض المحاولات لتغطية الموضوع، ولكن من هذا المنبر أشيد وأحيي قرار السيد وزير الفلاحة بفتح التحقيق. قرار السيد وزير الفلاحة لأنه قرار شجاع عكس ما كنا نسمعه في الأيام القليلة الماضية، وعلى حساب يعني الأسطوانات القديمة ما زالوا نفس الحديث تاع الرطوبة. إذا كان عامل الرطوبة، لماذا تم استثناء ولايات أخرى؟ لماذا تم استثناء شلف؟ لماذا تم استثناء الجلفة؟ استثناء البيض؟ نحن نتمنى أن يكون عامل الرطوبة حقيقي وعامل الحرارة حقيقي، وكنا نتمنى من السيد مدير المصالح البيطرية أن يستدعينا يعطينا. وفي حصتك الأخ ياسر قلت راني مستعد، وفي عدة حصص رانا مستعدين كتنظيم أننا نقدم يد المساعدة وأننا نعطي ما لدينا من معلومات للمصالح البيطرية لكي تقوم بالتحقيق. زد على ذلك، ابتداء من يوم الأربعاء كانت الناس تروح إلى المصالح البيطرية، ماهوش مصالح، كانت تروح ليزانسبكسيون. واش كانوا يديروا لهم؟ كانوا يقولوا لهم ديو الماشية تاعكم، ما عندنا واش نقدروا نديروا لكم. وإذا أراد أن نذكر له بعض الحالات سوف أذكر له بعض الحالات. هنالك بعض البيطريين الذين قاموا بأخذ عينات. عندنا ولاية من الغرب 11 عينة لأجل إرسالها إلى المخبر الجهوي. رئيس البلدية رفض الإمضاء على إرسال العينات. وبالتالي لما أقول أحيي قرار السيد وزير الفلاحة فإني أحيي قرار السيد وزير الفلاحة. كاين حاجة واحدة أخرى، لو أردنا أن نتحدث حديثا علميا، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تعفن ماشية دون أخرى في نفس الظروف وفي نفس الرطوبة؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التعفن من داخل الفخذ جيجو إلى خارجه؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تعفن هذه اللحوم وهي في مرحلة تجمد؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه التعفنات في أماكن معينة من الماشية ثم انتشارها؟ كلها أسئلة علمية تحتاج إلى إجابات. تحتاج إلى إجابات. وبالتالي فإن عامل الرطوبة والمناخ بالنسبة لنا كمنظمة نحيناه إكرتيناه حتى في اليوم الثالث من تلقينا لهذه الشكاوى. زد على ذلك، لما نتحدث عن السلامة الحيوانية، أنا أتحدى المصالح البيطرية، يا هل ترى في السوق الجزائري يوجد ما يسمى بلا ديكزاميتازون التي تباع إلى الماشية أم لا؟ والناس العلميين يفهموا واش راني نهضر بلا ديكزاميتازون، وهو ستان كورتيكويد الذي إن استعملته للأخ في سمانة يزيد 10 كيلو. يا هل ترى موجود أم لا؟ إذا كان موجود ويباع فهنا الطامة الكبرى على رانا ساكتين عليها، لأن الفرضية الأولى التي قدمناها الآن والتي نحن متمسكين بها والتي لا نتهم كل الموالين، أنت مش موالين، صحيح أنها حالات بالمئات، ولكن البلدان المتقدمة، البلدان المسؤولة، البلدان التي تخاف على مواطنيها كي تكون حالة واحدة غريبة. ولدينا من البياطرة الذين 20 سنة خدموا وقال لك عمرنا ولا شفنا حالات مثل هذه. إذا حتى لو كانت حالة واحدة فإنها تستدعي أن نبحث وأن ندقق وأن نعرف الأسباب والمسببات، وحتى أن نعاقب إذا كانت هنالك أيدي في هذه أنت ترجح فرضية التسمين، هذا هو، هذه هي الفرضية القائمة. ولكن ربما السؤال المطروح في هذه النقطة أن التسمين لم يكن فقط في 2016، يعني ليس في هذا العيد فقط. وهنا السؤال أيضا، لماذا أصيبت الماشية بهذا التعفن في اللحوم في هذا التسمين فقط؟ هل هذا راجع إلى أدوية منتهية الصلاحية؟ هل هذا راجع لظروف أخرى؟ سوف نقدر نجاوب. تفضل. ليكن في علمك أن الظاهرة التي تحدث الآن في الجزائر هي نفس الظاهرة التي حدثت في بلد شقيق وبالأخص في المغرب في عيد 2015. في عيد 2015 نفس الظاهرة حدثت. احنا نعرف بأن هنالك تهريب، ومثل هذه المنتوجات يتم تهريبها. لا ديكزاميتازون اون بودر راهي تتباع ويتم استعمالها، حتى أن حبيبات يتم استعمالها لأجل التسمين السريع للماشية.
اذا مع الناس انها تتطور كما شفنا في التحقيق تاعك اخر مره استضفتني، الناس تمد الاعلاف تاع الدواجن والناس تصرح بها اني اعطي علف الدواجن. ربما لانه العلف اصبح غالي، ربما مانيش عارف، عده امور. هذه اسئله لابد إن تم التحقيق، ويعني أثمن مبادرة إجراء تحاليل يعني مخبرية حتى نقطع الشك يعني باليقين. ولكن قبل ذلك مفروض أنه قبل ما نلحق للتعفن هناك أجهزة للرقابة على المواشي في الأسواق وأجهزة للرقابة على الموالين ومنع هذا الدواء. ما يقدروش يعرفوا. لا الدواء موجود في السوق أنا نقول لك، ولكن البيطري ما يقدرش يعرف هل ترى شرب ولا ما شربش، ولا كلا ولا ما كلاش هذا الدواء. لأنه الإشكال الكبير لازم نقولوها، تفضل. وهنا نقطة جوهرية، لأنه ما عندناش ما يسمى بالتراسابيليتي. لما أنت تروح إلى السوق تشري ماشية فسدت لك كما قلت مثلا، كنت تحدثنا قبيله عندكم عامل يخلص مانيش عارف ناجون شركه بشرح له لمن يطلب التعويض. سنتكلم عن هذه النقطه بالذات في فوضويه الاسواق. الحاج تفضل. شكرا. يعني سمعت كلام دكتور بوغالم مدير المصالح البيطريه، سمعت كلام دكتور مصطفى زبدي ايضا عن فرضيه، رجح فرضيه التسمين. انت كرئيس غرفه الفلاحيه، الغرفه الفلاحيه فيها شعب من بينها شعبه المواشي. نعم. وعندك خبره في هذا المجال، أي فرضية ترجح؟ ويجب أن نجيب الرأي العام ماذا حدث لمواشيهم؟ أولا شكرا على الاستضافة. نعم. السلام عليكم، ونقول لكافة الشعب الجزائري عيد مبارك، وأقول للإخوة اللي تضررت اللحوم المشية نتاعهم على كل حال احنا رانا متضامنين معاهم كمربيين وكفلاحين. ولكن اليوم وأنا نثمن الكلام اللي كان يقوله الأخ الفاضل، انه تثمين القرار تاع السيد معالي وزير الفلاحه اللي فتح تحقيق في هذا المجال. انا عندي غير بين قوسين، اولا عندما اليوم نشوفوا باللي كاين قضيه كما هذه اللي راهي تمس مصلحه، يعني المصلحه المباشره للصحه تاع المواطنين، ويعني والتحرك بهذه الطريقه، انا نقول باللي رانا على ما اظن في الطريق الصحيح، وما كاش انسان اللي زايد على الاخر فيما يخص الصحه تاع المواطنين، لاننا كلنا مواطنين، كلنا جزائريين. والانسان اللي راهو يروح يحط ماده معينه باش يديرها في اي منتوج باش يغش، فهذه تعتبر جريمه في حق المجتمع. اليوم انا درك نتكلم لك واش كان يقول السيد المدير المركزي على مستوى وزاره الفلاحه المكلف بالبيطره والانتاج الحيواني. فاولا باش نكونوا منصفين، انه العيد باش نروحوا للتسلسل نتاع الاحداث نتاع قبل ما يلحق العيد، فوزاره الفلاحه حطت عده اجراءات قبل العيد. اولا حمله توعويه فيما يخص ظروف الذبح وظروف تحضير الاضحيه والكيفيه العلميه والكيفيه العصريه كيفاش الناس تذبح. وخصصت راه يقول السيد المدير البيطره حوالي 2000، وهذه شاهدناها يوميا نحن نهار العيد، وخصصت المذابح الرسميه. ووصلت وين الاعلان نتاع وزاره الفلاحه اللي قالت نطلب من المواطنين يدوا الاضحيه نتاعهم للمسالخ الرسميه. يعني هذه ما كان حتى انسان اللي يجحدها. واحده. ثانيا نروح قبل العيد، المواطن الجزائري عندما يمشي للسوق ويروح يشري اضحيه موش غبي، فالاضحيات اللي مشات للسوق ولا مشات للنقاط تاع البيع كانت اضحيات ذات صحه لا باس بها، لانه المواطن ماهوش غبي باش يشري وحده اضحيه مريضه. كذلك الموال اللي راهو يروح يدي الغنم نتاعو باش الاضحيات نتاعو يديهم للسوق ويديها مريضه ويروح يحط الشك كاع في القطيع نتاعو ماهوش مهبول. اذا القطيع اللي مشى بصحه جيده. معظم انا نتكلم على المواله، ما نتكلمش على الناس اللي عاودت البيع. فالمواله وزاره الفلاحه لاول مره نظن في تاريخ الجزائر انه السيد وزير الفلاحه عندما راسل الولاة وخصصوا في هذا العام نقاط مساحات للبيع المواله مباشره للمواطنين. والاسعار اللي كانت محسوسه، وكل الناس تتاكد باللي تقول باللي القيمه نتاع الماليه اللي ما بين السنوات الماضيه وهذه السنه نتيجه هذا الاجراء اللي وصل للموال من المناطق السهوبيه، عطاو لهم محطات وين يبيعوا، باعوا مباشره للمواطنين، واصبح المواطن استفاد من مليون حتى المليون ونص في الماشيه. ما كاش واحد مريض باش يروح يشري ماشيه مريضه، والماشيه اللي تكون مريضه تكون عندها الاعراض نتاع المرض
في السوق. ماذا حدث؟ اسمح لي دوك نلحق لك الحدث. عندنا عده فرضيات وما نخبوا حتى فرضيه، لانه اليوم الشعب شعبنا وحنا ولاد هذا الشعب، واذا كان اللي نروحوا ندسوا حاجه ونتسببوا في المرض نتاع الشعب، انا قلت لك باللي تعتبر جريمه. انا من هذا المنبر واش نقول خويا؟ اولا كاين شجاعه مهنيه تاع السيد وزير الفلاحه اللي فتح تحقيق، والتحقيق عطاوه للمخبر الرسمي تاع الدرك الوطني وتاع الامن الوطني ويشوفوا لنا عينات ونتبعوها. انا كنت تكلمت له البارح عندما عيطتوا لي، وما رانيش يعني ما ننجمش نعطي واحد الاسئله ولا واحد التفسيرات وهميه. تكلمت مع رئيس الجمعيه الوطنيه السي محمد بوركه ربيله من سبدو، تكلمت على موالين، وتكلمت مع ناس اللي عندهم الجزارين، وتكلمت حتى مع ناس اللي قاموا بعمليه الذبح اليومي نهار العيد. كانوا عطاو لي تفسيرات متقاربه ولكن مختلفه. فاولا الكيفيه نتاع الذبح، وين قال لي انسان ذاك اليوم نهار الذبيحه الناس اللي تذبح كانت ما تطيرش للناس. بعض الاخوه اللي خلاو حاشاك الجهاز البولي اللي تخرج منه الفضلات لم يبتر، قال له هذه العمليه تنجموا تجربوها دركا، انها الا كان لم يبتر هذا الجهاز اللي خرج الفضلات، فالعمليه راهي تنجم اللحم تبدا فيه فوحه وينجم يروح له للون الازرق. قال لي النقطه الثانيه انه احترام هذا بوشي، وفي نفس الوقت موال. يقول باللي الاضحيه نهار اللي تنذبح تقعد من 4 سوايع حتى 10 سوايع في بلاصه تكون ايري، يعني تكون فيها الهواء وتكون في الظل، ومن بعد نهار اللي تقعد هذا المده تدخل للتبريد. هل الاخوه او السيد الفاضل كان قال كلمه قبيلات، علاش لا حتى نصيبوا واحد هنا زوج كاين اللي شراو مع بعض، واحد زرقت له وواحد ما زرقتلوش. علاش حتى يعني لازم نروحوا للاسباب الحقيقيه. كاين كذلك حتى التخزين نتاع اللحوم في الثلاجات ماهوش نفس التخزين. واليوم بكل امانه لانه الانسان غدوه قدام ربي كيموت ما كاينش اللي يروح معاه. كاين موال كبير من عين والسارع في الهاتف، فطرحت له السؤال وقلت له جاوبني بكل نزاهه. وش يقول هذا الموال؟ يقول المواله اللي مشاو للنقاط اللي خصصتهم وزاره الفلاحه كانوا يوكلوا العلف اللي عنده 6 شهور وهو يوكل ذاك العلف في ذاك الخروف. بعض الاخوه سمحهم الله تجار ولا اللي عاودوا البيع راحوا شراوا المال الكبش من عند الموال من الجلفه ولا من البيض ولا، لانه حتى الكلام نتاع السيد مدير المصالح البيطريه راه يشير لها. وين كاين الموقع الرسمي يعني الموطن الرسمي نتاع الماشيه، الجلفه، البيض، النعامه، السعيده، التبسه، الهضاب العليا، وين كاين المرض ما يظهرش. وين ظهر في تيزي وزو، في شلف، في الجزائر العاصمه وما ضواحيها. معناتها ظهر وين؟ مشات الماشيه، ناس راحت شرات الماشيه من بعيد جابتها في مده معينه، لو مود دونغريسمون. هذا موال قال لي باللي الناس شرات، وكاين اللي عنده 6 شهور يوكل الشعير، في ذا 15 يوم ولا 20 يوم تبدلت العمليه. السيد هذو ما همش موال اللي قاموا بهذه العمليه تاع تغيير النمط الغذائي. سيدي كومر اسمح لي هذه نقطه حساسه. بدلوا الماكله، الخروف اللي كان ياكل الشعير نهار 15 يوم الاخرانيه مثلا وكلوا له الفارينه اللي ناكلوها الجران، الفارينه اللي تنطحن ماكله، والا بدلوا له المايس. صرا له ان شونجمون في لو ريجيم اليمونتير، صرات له حاجه المسنتين دياري. بون اذا هذا تفسير الموالاه ما يخدموش هذه الخدمه. لكن هذا صار العوام الماضيه مش غير لا ما صراتش. وانا عندما كانه كلام هذا في 2016 ما اكتشفناه. لا اسمح لي بس نزيد لك مليح. نعم عندك دائما الاستاذ الفاضل كان يتكلم ويقول باللي الحادثه هذه صارت في المغرب، ولكن انا نقول لاخواني اين هي الطرق الاستشرافيه؟ علاش ما يقولوا لناش واش صرا في المغرب ونعسوا رواح؟ علاش نتقعدوا حتى وين ما يضرب الفاس في الراس؟ اليوم احنا كقطاع، وانا يا مانيش مع السي مصطفى عندما يقول باللي عمليه تغطيه، والله ما كانت عمليه تغطيه. العمليه نتاع نهار اللي بدات تديكلاري الناس محاوله تغطيه، نهار اللي كانت فيها محاوله تغطيه بدليل. اسمح لي بدليل، خاصنا نكمل بدليل. امبارح درت روبورتاج، كاين بعض القنوات درت روبورتاج. إذا تتذكر أعطيني الأرقام التي تم تسجيلها على مستوى معهد مخبر البيطرة للجزائر العاصمة. تعرف شحال ذكروا العدد؟ ذكروا عدد واحد. والآن المدير العام للوزارة يذكر مئات الحالات. نعرف بأن العاصمة هي أكبر ولاية في الجزائر من الكثافة السكانية. إذا كانت العاصمة فيها حالة واحدة،
فكيف الآن نتكلم عن مئات الحالات؟ أنا لما تحدثت أنه هنالك محاولة لتغطية الوقائع، ولما بادرت ب يعني التثمين قرار السيد وزير الفلاحة لأنه قرار شجاع، مانيش نضرب له في الشتاء، لأنه هذا ما حدث وللأسف الشديد. زيد على طيب هذا ذلك غش انت تشوف فيه غش، هذا غش تجاري، دوك نعطيك المواطنين تعرضوا لغش. المواطن حسب المعطيات التي لابد أن نؤكدها علميا، لأنه ظهرت بعض النظريات، واسمح لي كاين بعض النظريات يعني أنا راسي حبس أنا صدق أنا خلاص تبلوكيت. كيف الناس تهضر علميا وعندنا نخبة تاع بياطي راهم يبحثوا، ويجي واحد يقول لي سنا كتبتها يعني باش ما ننساهاش، يقول لك اللحم يسخن ويشوفي. هذه وين سمعتها هذه؟ يجيني واحد اخر يقول لي كي تحط اللحم مع الخضره تولي خضراء. يعني بعض المعطيات. لا اسمعني خليني مغالطه بصح هذه راك تغلط في الناس. حوار مفتوح تفضل. فهمت؟ يعني هذه المسألة نهضروا حوار علمي. حوار العلمي أنه هذه الظاهرة استثنائية كما ذكرت، هذه الظاهرة مست غالبية المناطق على التراب الوطني، ولولا ستر الله ولم يتفطنوا لها ربما الناس اللي كلات راهي في نزيد لك حاجه واحده اخرى وعلميا. انا راني نهضر لك، راني نقول لك هضره تاع اساتذه تاع دي بروفيسور. لازم تعرف انه الماده التي ذكرتها والمتمثله في الكورتيكويد تباع في الاسواق، هذه الماده تسبب ما يسمى بلاليز بروتينيك، يعني الكتل اللحميه يعني تتفتت. لما تكون الكتل اللحميه تتفتت هنا يعني يسارع في تعفن اللحم. انا نعطيك تفسير علمي، ما نعطيكش تعليم تاع واحد يبدل له. انا ما نشككش فيك لانك طبيب ونحترم الهضره نتاعك لانك طبيب، ولكن السؤال المطروح أين هي الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عندما سمعتوا باللي كاين بعض الأدوية تعطى إلى الخرفان وحتى نستنينا وين طاح الراس في الماء؟ نجاوبك. لا اسمح خليني، لا سكت وخليني اسمح لي. لا اسمح لي خليني نكمل. شكرا. شوف الصمت مليح. انني نقول لك باللي شوف الامور العلميه شيء جيد، يعني الامور الاكاديميه والمخبريه شيء جيد. انا راني نقول لك باللي نروحوا الامور الاولى ماهوش معليش الامور الاولى نعم ما عليناش، ولكن شوف يا سي زبدين صلوا على النبي، نروحوا للحقيقه اللي عايشينها احنا. 4.5 مليون أضحية ذبحت في يوم واحد باش نكون واقعيين. واليوم السيد مدير المصالح البيطرية كان إنسان نزيه قال مئات، لأنه هذا دليل قطعي ما عنده لا ناقة ولا جمل باش يغطي. لأنه علاش يغطي؟ والمواطنين الجزائريين أنا نقولها من هذا المنبر، الناس اللي تعرضت الكباش نتاعهم لهذه العملية ما يسطروش، لأنه إلا ولينا نسطروا كما سطروا الناس إلى حقيقة دخل الدواء هذا من المغرب وما سطرناش عليه رانا دايرين جرائم في حق الشعب تاعنا. أنا نقولها ونعاودها باللي ما رانيش ناكر التعفن لجهه ما، ولكن انا نستنى التحقيق اللي كان يقول فيه السيد الفاضل. ولكن راني نقول لك باللي العمليه تاع التعفن ماهيش حاج المشكل الكبير في هذه النقطه كامل هو فوضويه البيع. لانه باش نتكلموا بكل صراحه، انا لما يكون عندي نقطه بيع معتمده ولا وجود لنقطه بيع فوضويه، يعني مش موجود الفوضوي، كل شيء شرعي. الان وجود تعفن، وجود مرض، وجود فيروس، سامحني نعم. الوزارة هاي دارت تحقيق، نعم. خرجوا نتائج تحقيق تستطيع الملاحقة أو المتابعة. الآن كيف الوزارة حتى وإذا فرضنا بأن نتائج التحقيق قالت وجود مرض، كيف تستطيع أن تتابع الذين باعوا؟ وين تلقى اللي باعوا؟ اسمح لي مليح، ما كاينش اللي باعوا، وين تلقاهم انت؟ هذو الناس راحوا الاسواق شراو ما يعرفوش الموال المفاجئ. لا شوف اسمح لي مليح، ساعطيك كلمة سي زبدي تفضل. شوف صنتم استنى هضروا مليح. شوف الوزاره دارت الا الشيء اللي لازم ديروا. كانت الناس بكري بلعت الطرق وتبيع في الخرفان، فالسيد وزير الفلاحه واش دار؟ الشيء اللي نشوفوه احنا والقرار شفتوه بعيني، بعث ل 48 والي. ونشكر الساده الولاة. الحاجه اللي معروفه داروا نقاط معتمده، داروا نقاط ماشي لا ماشي نقاط لا ماشي نقاط فوضويه، ماشي نقاط معتمده، نصححوا المفاهيم سياسه. داروا نقاط مساحات مخصصه للمواله باش يبيعوا مباشره للمواطنين للتحكم في المضاربه في الاسعار. تباع الكيباش بالفواتير؟ لا تباعوا بالوصول ما يتباعوش. كيف غدا هذا مواطن، مواطن اشترى خروف الان لقى الخروف مريض. من قال لك انه اشترى من منطقه؟ سامحني الحاج، لقى خروف الان الخروف راه مريض.
توصلت نتائج التحقيقات لوزاره الفلاحه نعم. بان البائع غش المشتري. نعم. كيفاش نديروا؟ منين يشرى؟ راح ليه قال له ما بعثلكش، راح ما عندكش دليل باش بعث لك. وين بعث لك؟ قول له ما بعثلكش، ما عندك لا هو دليل لا مسألة- حتى حاجه. شوف، هو مسألة الفوضى مسألة قائمة شوف في سي جميع ياسر. في لسه تفضل. ماذا بينا نفيدوا مستهلك بامور نعم. اللي يقدر تفضل عمليا. بالفاصل، باختصار، الناس راهي تفضل. تستنى اسكو زبدي. تاكل اللحم ولا ما تاكلش، تقدر تجاوب الناس انت. تعيشوا اللحم، الناس راهي تعيشوا. تستنى، كاين اللي يجمدوا، الناس راهي تستنى تاكل اللحم ولا ما تاكلش. تقدر تجاوبهم. لازمنا حوار علمي يا جماعه. يا سي نعطيك زبدي. حاجه، استنى. اعطيني هذه النقطه. كل من معلومة. يعوض المتضررين؟ ذاك نجاوبك تفضل. قبل من يعوض المتضررين لابد ان ارد عليه. لماذا لم نتحرك فيما يخص بيع المواد الهرمونات في السوق؟ ولماذا يعني سكتنا على واقعة المغرب؟ لازم نعرفوا بأن هذه التحقيقات وهذه المعلومات يعني وصلنا إليها بعد مباشرة التحقيق في ثاني يوم عيد. لما بدينا في التحقيقات عرفنا بوجود مواد وهرمونات يعني موجوده في السوق الجزائري. من هم هذا الناس اللي عندهم المواد بالهرمونات؟ روح انا وياك للسوق وروح تشري. لا ما نروحوش للسوق. روح تشري. انا انت لو اللي كان تقول لي انت أنا لو راك كان انت راك رئيس غرفه تجاره فلاحه، ماشي انا اللي نقول لك. انا لو كان نصيب واحد يستعمل الهرمونات انا نبلغ عليه. لا انا نبلغ عليه. انا نبلغ عليها اخي. انا ما نخليش واحد يبيع الهرمونات ونجي للتلفزيون نهدرها. لا بصح ما تقولش انا ما نديرش تبدلت الماكله تاعك ما تولى دياري. انا ما نديرش ديماغوجيه في التلفزيون. لا اسمح لي. شوف كاين واقع جزائري ونتكلم مع السياسه. رانا نتكلموا على الفاتوره. انا نتكلم هذه عمليه كبرى 48 ولايه 4 ملايين ونص كبش. انا نتكلم من باب الواقع. كاين الناس اللي ما شرات الاضحيه، كاين اللي راه مخليه عند صاحبه 6 شهور وراح داه، كاين اللي راح خلاه عند نسيبته وداه، ما قال لي لا ليا ولا لك. نكونوا واقعيين وواقعنا كيفاش عايش. ماهيش انا لا انكر الواقع الحاج. نعم سامحني يا سيدي، انا لا انكر الواقع. نعم. أنا وأنت وسي زبدي والمشاهد والرأي العام يعرفون بأن سوق المواشي فوضوي. ما معنى فوضوي؟ معناه لا يستند لقواعد البيع والشراء القانونية. يعني هذا شيء واضح، البيع والشراء فيه قواعد قانونية. الآن سؤالي واضح، هناك مواشي مريضة أو مواشي متعفنة، هكذا لحوم متعفنة. فرضنا بأن التحقيقات قالت بأن البائع الذي باع للناس غشهم لأنه باعهم مواشي مريضة. سؤالي بسيط، من يعوض هؤلاء؟ راح تقول لي انت يا المواطن بين قوسين تكلح المواطن. نحن في دولة القانون. الدولة تفرض قانونها، تفرض شروط البيع والشراء. الدولة تبعث للولاة في الولايات ممنوع البيع في النقاط الفوضوية، هذا قانون. ما باعوش في الفوضوية، خصصوا مساح. يعني حبيت تقول لي الاموال الموجوده عند الموالين مش مراقبه. هذا هو. لا اسمح لي. كذا فواتير لحد لا اسمح لي. خلي يعطيني حصتي من حقي من الاجابه ونزيد نجاوبك. يعني شوف، نحن لا نتحدث بديماغوجيه، نتحدث بواقعيه. اختصاص في وقت الفاصل في دقيقه ونص. تفضل. ثانيا المشكل راك طرحت يعني لب الاشكال، لانه لو كانت هنالك ما يسمى بالتراسابيليتي اللي احنا ما عندناش، اللي اشقائنا في تونس في المغرب عندهم، اللي الناس كي تروح الى الجزار وتشري مثلا كوطلات، تعرف هذاك الكوطلات تاع واش من كبش، شحال عمره، شكون باباه وشكون يماه، يعني بطاقه تعريف هويه تاع الماشيه. احنا ما عندناش هذه وحده. ثانيا نحن باذن الله بعد هذه الواقعه وبعد هذه الفاجعه لن نرضى السنه الماضيه باذن الله تعالى، اذا كنا السنة القادمة بإذن الله إذا كنا من الحيين إن شاء الله لن نرضى أن يتم بيع خروف واحد بدون وصل وبدون اسم البائع، لأن هنالك انت لازم شيء جميل. لا لازم تبادر به. شيء جميل. ما تقولش جميل، ما راناش في نلعب نصفقوا. لازم تهبط تلعب في التيران. هذه الهضره سهله سي مصطفى. ماهيش سهله والله غير سهله. على ما تخدموش بالوصول. كمل ونجاوب. اخدم بالوصول. كمل ونجاوب. ما يساعدهمش العمل. كمل ونجاوبك حاجه. ويتغنون ببيع 4 ملايين و5 ملايين و3 ملايين، ولما تتحدث سيد الصحفي هذا نفس المشكل لما تحدثنا عن الخضر والفواكه. واش يقول لك البائع والفلاح ما يقدرش يخدم بالوصل. اسمح لي لحظه فقط، لحظه. شوف التناقض تاع السي مصطفى. العام اللي فات يقول لك في 2015 جاتنا الدوباج من المغرب، ودرك يعطي لي المغرب وتونس كوم ريفيرونس. ما تناقضش كوم ريفيرونس في التراسابيليتي. واش بك تخرج الحاج؟ نروح الفاصل يا سي زبدي، نروح الفاصل. اشهري نرجع مع ضيوفي ومع ضيوفي عبر الهاتف ايضا
الشيخ شمس الدين ليعطينا أحلية الأضحية إن كانت مريضة أو غير مريضة، وكذلك مع السيد نائب رئيس فيدرالية وطنية لربي المواشي، فابقوا معنا. خويا شوف واسمع، انا نشرب الحليب، الحومه يعيطوا لي الاكسبير تاع الحليب، انا هو السوبرمان تاع الحليب، نشري غير المخير، واحد ما يغالبني واحد ما يوريلي، ساشي بودره ياشتي جبتهم كامل. حتى ما تعرفش المخير تاع الساعة. حليبنا شفاء من غير حليب آخر، ينشرب بارد وسخون وسمته هايلة. شفاء حليب أصيل كله فيتامينات، قوة وطاقة لكل العالم. كسرش راسك صاحبي، سخن واشرب ما تغليش، انا نقول لك حليب شفاء 200% تاع الصح. باش يتفاداو أمراض القلب والأوعية الدموية، ننصح ديما الناس والمرضى التوعي يراقبوا التغذية ديالهم. كثير من المواد الغذائية وخاصة الدهنية يكون فيهم مادة خطيرة، وهي الأحماض الدهنية ترانس اللي تظهر بعد عملية الهدرجة. هذه الدهون ترانس كي تكون بكمية كبيرة تزيد من الكوليسترول السيء وتقلل من الكوليسترول الجيد. سول هي الوحيدة في الجزائر اللي خمت في المستهلك ديالها وقدمت مارغرين 100% نباتية وغير مهدرجة بنسبة أحماض دهنية ترانس شبه منعدمة. وقرار لجنة التحكيم هو أنه جائزة أحسن قهوة تفوز بها فاميكو. فاميكو تتوج بجائزة أحسن قهوة من حيث الجودة والاقتصاد. فاميكو، صحة واقتصاد. وباش يروح يقرأ مناديل ميو بيبي خمت في كل شيء. ميو بيبي سكول، علبة صغيرة يديها معاه ويلقاها في كل وقت. امسح وانجح مع ميو بيبي سكول. ميريندا خوخ، دوخ ودوخ. تعرف جبت البرمي الضربة الأولى. بيرمي على حسوقي به فيلو؟ لا بولو. حقا نسيت ما قلت لكش، راني نلعب في طنبولة قهوة رياضو. طوموبيل أنا اللي نبيعها إن شاء الله. أنا تاني نلعب طنبولة باش نربح أوفر بارك. زيادة على بولو، كليو 4 عمرها لشخصين، باغور مناقش وبزاف هدايا للأطفال. باش تربحوا اجمعوا 4 قصاصات قهوة رياضو وبعثوهم للعنوان التالي: مسابقة قهوة رياضو، طريق المخرج الجنوبي بوفريق البوليدة. السحب راح يكون يوم 29 سبتمبر. الدعوة عامة. صح رياضو. في يوم من الأيام وبين الهضاب العليا اتبحر ولد السلطان، كان تعبان وبزاف عطشان، وبالصدفة اتلاقى مع أروى أميرة المياه العذبة وقالت له اتفضل اشرب يا عطشان. أروى نقية وصافية وصحة للأبدان. ومن ذاك النهار أصبح كل عاشق الولهان من غير أروى ما يهوى، ديما معاه في كل مكان، يشربها حتى في الخدمة ومحال ينساها في القضيان. هو عليها ما يستغنى وعلى الطابلة هي السلطان، العيلة الكل بيها تزهى وتطفي نار العطشان. وهذه هي حكاية أروى، جبناها من الهضاب العليا في الجزائر الغالية. أروى من نبعك نروى. طعم بصبيع يفكرنا في بنة طعام زمان. يا محلى اللمة والفرحة مع بونال، سر القهوة والبنة في بونال. شحال بنينة ونكهتها معانا ديما، بونال تجمعنا تهدينا والبنة قهوة بونال في القاعدة هي اللي تسهينا. سر القهوة والبنة في بونال، شحال بنينة. قهوة بونال هي المخيرة وديما في القمة. ميريندا خوخ، دوخ ودوخ.
يقولوا ناس زمان الصحة هي الصح، وعلى هذا نخير دايما الحليب الأفضل لولادي. أنا اخترت لهم حليب ميلكوس بخاي، على خاطر حليب كامل وغني بالفيتامينات والمعادن اللي تساعد على نمو صحي وقوي. أنا نحب نمد لهم الحليب اللي نخلطه بيدي. مسحوق حليب ميلكوس بخاي ما نقدرش نستغنى عليه. على بالكم علاش؟ على خاطر على بالي واش راني نشرب واش راني نمد لولادي. ميلكوس بخاي حليب كيما نحبوه. حبيتوا تجوزوا دخول مدرسي هايل؟ في كل علبة تختينو تصيبوا هدية، لوحة رقمية ولا محفظة ولا هدايا أخرى. وعلى هذا نقولوا الدخول المدرسي مع التختينو ولا والو. كاين جديد عم نجاوز، هاي نكتشفوه. واش هو جديد نجاوز اليوم علينا نحوس، واش هو جديد نجاوز اليوم علينا نحوس. واه هيا شوفوا جديد نجاوز مشروبات غازية معمرة بالحيوية، حيوية الفواكه الطبيعية المنعشة. مع نجاوز جرب مفعول الفواكه المنعشة. وباش يروح يقرأ مناديل ميو بيبي خمت في كل شيء. ميو بيبي سكول علبة صغيرة يديها معاه ويلقاها في كل وقت. امسح وانجح مع ميو بيبي سكول. تعرف جبت البيرمي الضربة الأولى. بيرمي؟ على حسوقي به فيلو؟ لا بولو. حق نسيت ما قلت لكش راني نلعب في طومبولة قهوة رياضو. طوموبيل أنا اللي نبيعها إن شاء الله. أنا تاني نلعب طنبولة باش نربح أوفر بار. زيادة على بولو كليو 4 عمرها لشخصين باغور مناقش وبزاف هدايا للأطفال. باش تربحوا اجمعوا 4 قصاصات قهوة رياضو وبعثوهم للعنوان التالي: مسابقة قهوة رياضو طريق المخرج الجنوبي بوفريك البوليدة. السحب راح يكون يوم 29 سبتمبر. الدعوة عامة. صح رياضو. ميريندا خوخ دوخ. خويا شوف واسمع، انا نشرب الحليب. الحومه يعيطوا لي ليكسبير تاع الحليب، انا هو السوبرمان تاع الحليب. نشري غير المخير، واحد ما يغالبني واحد ما يوريلي. ساشي بودره ياشتي جبتهم كامل. بصح انت ما تعرفش المخير تاع الساعه. حليبنا شفاء من غير حليب آخر، ينشرب بارد وسخون وسمته هايلة. شفاء حليب أصيل كله فيتامينات، قوة وطاقة لكل العالم. كسرش راسك صاحبي، سخن واشرب ما تغليش. انا نقول لك حليب شفاء 200% تاع الصح. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نحن نناقش في هذا العدد ما حصل لبعض أضاحي الجزائريين من تعفن وتغير في لون اللحوم، ما تسبب في رميها وحرمانهم من التضحية. معي مباشرة عبر الهاتف نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي سي بالقاسم مزروع. سي بالقاسم مساء الخير. بالقاسم مزروع مساء الخير. النور أخي الكريم. باختصار سي بالقاسم، لا أحد يعرف ما حصل للمواشي إلا أنتم والبياطرة. يعني البياطرة مختصين في هذا المجال علميا طبيا، وأنتم يعني منكم موالون وتجار في المواشي. هل سبق وأن حصل أمر مثل هذا؟ ما هي توقعاتك أو فرضياتك في هذه النقطة؟ ولماذا سوق المواشي اليوم في الجزائر غير مقنن؟ يعني المواطن لما يشري خروف في العيد أو في أي مناسبة ثم يحصل ما يحصل للخروف، والخروف هو سلعة، بمعنى في التجارة هو سلعة، لا وجود لآثار لهذه لعملية البيع والشراء، لا وجود لفاتورة، لا وجود لوصل. تفضل. مساء الخير، أشكرك وأشكر قناتكم وأشكر ضيوفك وخاصة السيد رئيس جمعية المستهلك على دفاعه ونضاله، ومن حقه أن يدافع على المستهلكين.
ونحن من رؤيتنا كفيدرالية وطنية للمربين أول مرة نشوف هذه الكارثة. إذا كان قامت هذه الكارثة بفعل فاعل فهذا مجرم مس الغذاء تاع المواطنين وأفسد غذاء المستهلكين خاصة. سي بالقاسم هذا الكلام كله جميل وتحدثنا فيه من بداية الحصة، لأن الوقت يداهمنا. اسمح لي المقاطعة. أنتم كجمعية وطنية وفيدرالية وطنية لمربي المواشي، هذا ما حصل في هذا العيد يضر بكم أنتم أول شيء، لأنكم المعنيين بالأمر والموالون داخلين في هذه الفيدرالية الوطنية تاعكم. الآن كيف يمكن لشخص أن يبيع ماشية فرضا إن كانت مريضة ولا تتفطنون له؟ نحن شوف، أنا أتوقع أن هؤلاء الموالين لا يفعلون مثل هذه الفعل خاصة في الولايات الداخلية. هناك تجار موسميين خارجين عن المهنة. احتمال وقع هذا اثنين. الشيء اللي نتوقعوه أن كما قال زميلنا قبلتي هذه الأمور تاع تخزين أو تاع الذبح أو طولة أو كاين هناك شكوك أن هذا السيد حصل لها في الوريد مادة غير معروفة، احنا لحد الآن ما عرفناهاش. هذا الناس اللي قدموا هذه احنا نصنفوهم. هناك في الجزائر من يحقن المواشي بمواد، هناك في الجزائر من يحقن المواشي بمواد، وهذه المواد موجودة في السوق حسب خبرتك وحسب الفيدرالية الوطنية. هناك هو معظم الموالين نقدر نبرئهم من هذه. وظهرت هناك بعض المناطق خاصة في الشرق الجزائري حقن الهرمون أوكسوليجين. هذا الهرمون ينشط الخلايا الأنثوية عند الحيوان ويوقع عدم توازن. هذه الحالة ظهرت، لكن هذا الهرمون ممنوع ومحظور. لكن الشيء اللي شفناه أن عملية تفسخ تاع اللحوم هذه ظاهرة غريبة جدا على الموالين وحتى على المجتمع الجزائري. وانا اطالب كنائب رئيس الفيدرالية بالتحقيق حول هذه ومتابعة هؤلاء المجرمين. باختصار شديد في 30 ثانية سي بالقاسم، هل يمكن أن نقنن سوق المواشي في الجزائر؟ هل يمكن أن أصل هل يمكن أن أصل أنا كمواطن وأنت كمواطن وغيرك كزبون وما إلى ذلك أن نصل إلى يوم نشتري فيه الخروف أو الأضحية بوصل أو بفاتورة؟ وإذا ما اكتشفنا أمر مثل هذا يستطيع المواطن، أنا أتكلم عن الزوالي الذي تسلف أموالا أو ادخر أموال لشراء خروف ثم اكتشف بأنه مريض. يعني هل يمكن أن نصل إلى يوم يكون فيه تعويض حق الناس؟ هناك نموذج من وزارة التجارة موجود حول بيع المنتوجات الفلاحية والحيوانية وحتى الأسماك. موجود هذا النموذج وكان يمكن أنه يطبق في هذه الطائفة، لكن لضرورة ما عطل وموجود النموذج. بإذن الله النموذج هذا يكون كاين منه شيء. ممتاز. سي بالقاسم مزروع نائب رئيس فيدرالية وطنية مربي المواشي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. والله أشكرك يا أخ بالقاسم، يعني أشكرك وأفلجت صدورنا يعني بمثل هذه الأحاديث وبمثل هذه الاعترافات. يعني وشهد شاهد من أهلها. أو موال يقول لك لأول مرة نشوفوا كارثة كما هذه، واعترف بلسانه وجود بعض الهرمونات التي تم إعطائها. كنت قبل الفاصل باش نعطيك كلمة ما عطيتهالكش. نعم. على تقنين سوق المواشي وكيف نجعل من هذا السوق سوقا خاليا من كل مظاهر الغش. شوف، اولا هذا هو المبتغى نتاع سواء وزاره الفلاحه او وزاره التجاره لتقنين التجاره الداخليه في القطاع الفلاحي. وراه تكلم الاخ من بسكره على النموذج، ولكن انا الشيء اللي كنت نتكلم انا نقول لك باللي مستقبلا رانا رايحين لتقنين سوق اللحوم البيضاء والحمراء والخضروات. ولكن ماهوش انا حبيت نقول كلام اللي ربما ما يفهموناش الناس غلط يا اخواني، ما نقفزوش على الواقع اللي رانا عايشينه. رانا نقولوا باللي اليوم يجي اليوم ان شاء الله اللي نروحوا لزوج حوايج، الامورات العلميه اللي كان يتكلم عليها الاستاذ زبدي والامورات التجاريه القانونيه اللي راه كل مثلا الدول المتقدمه تتمشى فيها. اما نقول لك باللي سوق في يوم واحد
في 48 ولايه 4 ملايين ونص تقريبا 5 ملايين عمليه ضخمه 5 ملايين راس تنتبع. انت راك انا مانيش من الناس اللي نكذب على الشعب الجزائري ونقول له واحد اللي خرج من داره منين راك رايح تشري. الحكومه دارت الاشياء اللي تندار عليها. واش حطت نقاط البيع، حطت البياطيره، حطت الرقابه نتاع وزاره التجاره يدوروا. ولكن اليوم واقع الواقعه، احنا عند موقعة هذه الواقعه ماناش ناكرينها وما نتستروش عليها، لانه من يتستر عن الهرمونات اللي راهي تنتبع في السوق انا اعتبره مشارك في الجريمه. انا الانسان اللي يشوف حاجه تضر الشعب الجزائري، وهذه اسمح لي مليح، هذه راهم يتضرروا منها المواله، هذا الضربه موجهه للمواله لانه بدا السوق يتحكم. يعني البادره نتاع تخصيص مساحات معينه لبيع الاضاحي من عند الموال اللي هو المنتج الى المستهلك مباشره، والقضاء على بعض الناس اللي كانت تلعب، وقالها هو الاخ هذا اللي كانت تلعب في شهر يدير ملايير على حساب الموال. هذا الموال مساكن اللي راهم يلحقوا لنا اللحم، كاين اللي مساكن بكري قبل ما الحكومه تاخذ اجراءات، ولادهم والله ما كانوا يقروهم مساكين، عايشين في معاناه باش يلحقوا لنا اللحم ونعيشوه. اليوم حنايا بعض الاخوه يحطوهم باللي خذوا لهم، ما كاش منها. الضحيه تاع العمليه هما المواله والناس اللي حابه تجيب اللحم من الخارج، هم اللي يديروا في هذه الضغوطات. المواله يخدموا بطريقه نزيهه وما يحبوش المال نتاعهم ويكون مريض، لانه اي موال عنده قاطع عندما تكون عنده مرض راه يتخسر له الرزق نتاعو. اذا شوف هنا، شوف هذه المشاهد يوكلوا في الماكله تاع الدجاج. هذا اسمح لي مليح نتفاهموا مليح. هذا ستان لاليمون دو بيطاي، والله ليمون دو بيطاي هذا فيه دي كونسونطري مصنوع في مصانع جزائريه مراقبه بمقابر، وهذه هنا حكموا لهذه التصويره ونروحوا نجيبوها وندوها لي زاناليز. هذه ما ديرش مضره اني مسؤول على الكلام نتاعي. لا بصح اعترف بلسانه انه يمد لهم لا ليمون دو فولاي. اعترف لا يا اخي، اعترف في الشريط. لا 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 تكلم على الهرمونات قال لك. لا نهضروا على هذا الشريط. انا حبيت اضافه فقط اذا سمحت لي. تفضل. شوف لازم نعرفوا انه الموال والراعي هي مهنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي مهنة شريفة. نعم. ونحن لم نشكك يعني في هذا الموالين، ما هضرناش عن الموالين. ولما تهضر الاخ عن الهرمونات هضر لك عن الناس اللي يديو باش يعاودوا يزيدوا يسمنوه بمعنى لي ريفوندور، يشري قبل شهر ولا شهرين قبل. متبرين من هذا الناس هنا قبل العيد وباش يسمنوا. ولكن الاشكال النقطة التي يمكن ان نحل بها جميع الاشكالات هو العمل بالوصل الذي لا يساعد الكثيرين. يساعد الموال حقيقي لأنه عنده رزق وعرق عليه، يساعد الفلاح اللي عرق وجبد الثمار. ولكن البزناسي والوسيط لما تهدر له على الوصل يا أخي ياسر انسى إطلاقا أنه يساندك. وهنا يعني نوجه رسالة إلى اتحادية الموالين أننا بداية من السنة المقبلة إن شاء الله لن يكون هنالك بيع الأضاحي بدون وصل. تفضل. شكرا. أنا أطرح لك السؤال، تنجم تدير روحك في بلاصه مول في انت هذاك الوصل مانيش عارف. لا راني معك. وين نهضروا على البيع بالوصل الاخ الكريم يشعل. انا مانيش حاب نكذب على الشعب الجزائري. واش تكذب؟ الوصل كي تبيع عطي له. انا راح نطرح لك سؤال على الوصل. انا نطرح لك سؤال. راك موال في الجلفه، عندك 500 راس العام كامل انت ولادك تخدموا، والحق العيد هي الفلاحه تاع الموال في الجلفه ولا في البيض ولا في النعامه. يجي لك انسان من العاصمه من عند دفله مشلف من تيزي وزو يقول لك ندي عليك 200 خروف، تقول له دير لك الوصل، يقول لك ما خليهم عندك ويجي راح ويخلي. انت عندك معيشه وليداتك ثم تبيع ولا تقول له ندير لك الوصل؟ لا هذه اسباب واهيه. علاه؟ لانه راك ذكرت واحد الرقم، ذكرت 3 ملايين ونص 4 واللي كان يضحي العام اللي فات. العام الجاي ان شاء الله يضحي اذا ما لقاش ذلك الوسيط ذلك البزناسي. هو اللي يروح للموال. احنا رحنا للشعب. لا يا اخي، الموالين راحوا للشعب. لا يا اخي، لازم نحطوا ثقافه تجاريه سليمه. وهذه الثقافه التجاريه لن تكون الا بالوصل. اللي يخاف من الوصل اللي يفكر شو تبن ما يخافش انسان الموال والله ما نخاف والتاجر. والله ما نخافوا والله ما نخافوا من الوصل. نخافوا من الوصل. شوف نقول لك حاجه، الوصل ولا الفوطاره ولا اي حاجه اللي تعطي لها تراسابيليتي رانا ماشيين معها على شرط. لا ما نعرفش حاجه. الموال عنده سجل تجاري؟ اسمح لا عنده بطاقه الفلاح. ما عندوش سجل تجاري. ما عندوش سجل. كيف اللي تاجر ما عندوش سجل تجاري؟ ماهوش تاجر الموال. لا مش تاجر، مربي ويبيع. لا الريفوندر ذاك اللي راه دار هذه الكارثه هو اللي لازم له الريجستر. وزاره الفلاحه دارت نموذج. لا اسمح لي يا الحاج الا ترى بانه كاين خلل في العمليه التجاريه هنا. انا موال نربي ونبيع. صح ولا لا؟ لا اسمح لي يا ما تخلطش ما بين زوج. انت موال
راك لايمت 500 خروف ورايحه تبيعها وجاك الموسم تاع العيد ولا تاع رمضان، هذه هي الفلاحه نتاع الموالاه. باع راهو جاليه اكس ولا ايكغيك انسان يقول له نشري عليك يا اخي يبيع. اللي لازم يفرض عليه الريجيست كوميرس هو ذاك الريفوندار. احنا اليوم السيد معالي وزير الفلاحه احنا شفنا باللي كاين ناس وسطاء يحققوا اموال على ظهر المواطنين وعلى ظهر الفلاحين. واش دار؟ خصص نقاط بيع وجاب الموال مباشره للمواطن، جابوا للشراقه، جابوا للرغايه، يعني حطهم امام الناس خلاص يعني ما يخافش. اليوم على بالك الحاج اللي يبيع 500 راس قداه 500 راس يقرب 15 مليار. انا مو الزوالي اعطيت لك مثال او مو الزوالي. انا اعطيت لك مثال. يقدر يوظف شخص يدير له فواتير، يقدر يدير كل حاجه. يا سي محمد ماناش خايفين من الفوتاره، راني نقول لك ماذا بينا ان شاء الله. بسم الله بسم الله نعم نديروها ولكن خلاص اسمح لي، ولكن انا نقول لك الواقع المعاش. نعم. انا نقول لك ما نقفزوش على الواقع اللي رانا عايشين فيه، ونتمنوا اليوم اللي تتنظم التجاره تاعنا ونعود ونخدموا كل شيء بلا ترصبيليتي. جميل. نروحوا للشيخ شمس الدين ونختموا هذا النقاش. شيخ شمس الدين اهلا بك معنا. هناك ربما اشكاليه صغيره متعلقه باحليه الاضحيه ان كانت مريضه، كيف يمكن ان نسقط ما حدث على الجانب الشرعي؟ هل لو كان هذه الاضاحي التي تعفنت هل لو كانت تعفنها ظاهريا ولم يتفطن له المواطنون، ام ما دام باطنيا فلا يعني ربما لا شك فيها؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الواجب على الانسان اذا جاء يشتري اضحيه، الواجب عليه أن يطمئن أنها من العيوب الظاهرة. أما العيوب الباطنة التي لا يطلع عليها المشتري لا يعرفها فلا يشترط أن تكون خالية من العيوب الباطنة لأنه لا يعرفها. يعني هو عليه أن يطمئن أنها خالية من العيوب الظاهرة، فإذا ذبحها فهي أضحية مقبولة عند الله جل جلاله. بعد الذبح تبقى المشكلة تاع اللحم. إذا كان اللحم مريض كما أنا نشوفه لا يجوز له أن يأكله، وإذا كان لحما صحيحا جاز له أن يأكله. أما الأضحية فهي صحيحة لأن الناس لا اطلاع لهم على باطن الأضحية، وإنما الواجب يكون الظاهر نتاعها سليم. كما إنسان شرى دلاعة في الظاهر وداها دار صارها بيضة، البيع والشراء صحيح، ولكن الاستهلاك مسألة أخرى هذه يتكلموا فيها الأطباء. أما فقهيا على الشعب الجزائري أن يطمئن أن أي إنسان شرى أضحية وضحى شرعا بشروطها الشرعية ثم ورد بها مرضا فالأضحية صحيحة والأجر ثابت، والباقي من غشنا فليس منا. الشيخ شمس الدين شكرا جزيلا. نعم تفضل باختصار. تفضل. نعم أنا أخشى أن هناك مؤامرة على نوعية الكبش الجزائري، لأن الجزائر حاباها الله بنعم كثيرة، منها الخروف الجزائري هذا لي حاجة بزاف جميلة في العالم. أنا أخشى أن هناك مؤامرة على الفصيلة تاع الخروف الجزائري، وأن هذه ما هي إلا فيروسات يعني يعمل بعض الأطراف على تحطيم اقتصاد الأمة الجزائرية. شكرا لك شيخ شمس الدين على هذه المداخلة الهاتفية. شكرا لكم أنتم أيضا ضيوف الكرام على حضوركم معنا. الشكر أيضا لسي كريم بوغالم وسي القاسم مزروع، والشكر لكم أنتم أيضا مشاهدينا على حسن الإصغاء المتابعة. الشكر إلى كل فريق العمل. ألقاكم في الحصاد. السلام عليكم. أستاذ أنا ما نشككش فيك لأنك طبيب ونحترم الهضرة نتاعك لأنك طبيب، ولكن السؤال المطروح أين هي الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عندما سمعتوا باللي كاين بعض الأدوية تعطى إلى الخرفان وحتى نستنينا وين طاح الراس في ما نجاوبك. لا اسمح خليني لا انا سكت وخليني اسمح لي. لا اسمح لي خليني نكمل. شكرا. شوف الصمت مليح. انني نقول لك باللي شوف الامور العلميه شيء جيد، يعني الامور الاكاديميه والمخبريه شيء جيد. انا راني نقول لك باللي نروحوا الامور الاولى ماهوش معليش الامور الاولى نعم ما عليناش، ولكن شوف يا سي زبدين صلوا على النبي نروحوا للحقيقه اللي عايشينها احنا. 4.5 مليون اضحيه ذبحت في يوم واحد باش نكون واقعيين، واليوم السيد مدير المصالح البيطريه كان انسان نزيه قال مئات، لانه هذا دليل قطعي ما عنده لا ناقه ولا جمل باش يغطي. لانه علاش يغطي؟ والمواطنين الجزائريين انا نقولها من هذا المنبر، الناس اللي تعرضت الكباش نتاعهم لهذه العمليه ما يسطروش، لانه الا ولينا نسطروا كما سطروا الناس الى حقيقه دخل الدواء هذا من المغرب وما سطرناش عليه رانا دايرين جرائم في حق الشعب تاعنا. انا نقولها ونعاودها.
نعاودها باللي ما رانيش ناكر التعفن لجهه ما، ولكن انا نستنى التحقيق اللي كان يقول فيه بارك الله السيد فيك، وهذا الفاضل. ما ننتظره. ولكن راني نقول لك باللي العمليه تاع التعفن ماهيش حاج المشكل الكبير في هذه النقطه كامل هو فوضويه البيع. لانه باش نتكلموا بكل صراحه، انا لما يكون عندي نقطه بيع معتمده ولا وجود لنقطه بيع فوضويه، يعني مش موجود الفوضوي، كل شيء شرعي. الان وجود تعفن، وجود مرض، وجود فيروس، سامحني، نعم. الوزاره هاي دارت تحقيق، نعم. خرجوا نتائج تحقيق تستطيع الملاحقه او المتابعه. الان كيف الوزاره حتى واذا فرضنا بان نتائج التحقيق قالت وجود مرض، كيف تستطيع ان تتابع الذين باعوا؟ وين تلقى اللي باعوا؟ اسمح لي مليح، اسمح لي. كاش اللي باعوا؟ وين تلقاهم انت؟ اسمح لي. هذو الناس راحوا الاسواق شراو ما يعرفوش الموال والمتاجر. لا شوف اسمح لي مليح. ساعطيك كلمه سي زبدي، تفضل. شوف استنى هضروا مليح. شوف الوزاره دارت الا الشيء اللي لازم ديروا. كانت الناس بكري بلعت الطرق وتبيع في الخرفان، فالسيد وزير الفلاحه واش دار؟ الشيء اللي نشوفوه احنا والقرار شفتوه بعيني، بعث ل 48 والي. ونشكر الساده الولاة. الحاجه اللي معروفه، داروا نقاط معتمده، داروا نقاط ماشي لا ماشي نقاط ماشي نقاط فوضويه، ماشي نقاط معتمده، نصححوا المفاهيم سياسه. داروا نقاط مساحات مخصصه للمواله باش يبيعوا مباشره للمواطنين للتحكم في المضاربه في الاسعار. تباع كيفاش بالفواتير؟ لا تباعوا بالوصول ما يتباعوش. كيف غدا هذا مواطن اشترى خروف. الان لقى الخروف مريض. من قال لك انه اشترى من منطقه؟ سامحني يا الحاج، لقى خروف، الان الخروف راه مريض. توصلت نتائج التحقيقات لوزاره الفلاحه بان البائع غش المشتري. نعم. كيفاش نديروا؟ منين شرى؟ راح ليه؟ قالوا ما بعثلكش، ما عندكش دليل باش بعث لك. وين بعث لك؟ قولوا ما بعثلكش. ما عندك لا دليل لا حتى حاجه. هو مساله الفوضى مساله قائمه. شوف سياسه لسه تفضل. ماذا بينا نفيدوا مستهلك بامور اللي يقدر عمليا. باختصار الناس راهي تستنى، اسكو تاكل اللحم ولا ما تاكلش؟ تقدر تجاوب انت؟ الناس راهي تستنى، كاين اللي جمدوا، الناس راهي تستنى تاكل اللحم ولا ما تاكلش؟ تقدر تجاوبهم. لازمنا حوار علمي يا جماعه. يا سيدي نعطيك حاجه، استنى اعطيني هذه النقطه. من يعوض المتضررين؟ نجاوبك قبل من يعوض المتضررين لابد ان ارد عليه. لماذا لم نتحرك فيما يخص بيع المواد الهرمونات في السوق؟ ولماذا يعني سكتنا على واقعة المغرب؟ لازم نعرفوا بأن هذه التحقيقات وهذه المعلومات يعني وصلنا إليها بعد مباشرة التحقيق في ثاني يوم عيد. لما بدينا في التحقيقات عرفنا بوجود مواد وهرمونات يعني موجوده في السوق الجزائري. من هم هذا الناس اللي عندهم المواد بالهرمونات؟ روح انا وياك للسوق وروح تشري. لا ما نروحوش للسوق. روح تشري. انا انت اللي تقول لي انت راك رئيس غرفه تجاره فلاحه، ماشي انا اللي نقول لك. انا لو كان نصيب واحد يستعمل الهرمونات انا نبلغ عليه. لا انا نبلغ عليه. انا نبلغ عليها اخي. انا ما نخليش واحد يبيع الهرمونات ونجي للتلفزيون نهدرها. لا بصح ما تقولش انا ما نديرش انا ما نديرش ديماغوجيه في التلفزيون. لا اسمح لي. شوف كاين واقع جزائري ونتكلم مع السياسه، رانا نتكلموا على الفاتوره. انا نتكلم هذه عمليه كبرى 48 ولايه 4 ملايين ونص كبش. انا نتكلم من باب الواقع. كاين الناس اللي ما شرات الاضحيه، كاين اللي راه مخليه عند صاحبه 6 شهور وراح داه، كاين اللي راح خلاه عند نسيبته وداه، ما قال لي لا ليا ولا لكن كونوا واقعيين وواقعنا كيفاش عايش. ماهيش انا لا انكر الواقع يا الحاج. نعم سامحني انا لا انكر الواقع. نعم أنا وأنت وسي زبدي والمشاهد والرأي العام يعرفون بأن سوق المواشي فوضوي. ما معناه فوضوي؟ معناه لا يستند لقواعد البيع والشراء القانونية. يعني هذا شيء واضح، البيع والشراء فيه قواعد قانونية. الآن سؤالي واضح، هناك مواشي مريضة أو مواشي متعفنة، هكذا لحوم متعفنة. فرضنا بأن التحقيقات قالت بأن البائع الذي باع للناس غشهم لأنه باعهم مواشي مريضة. سؤالي بسيط، من يعوض هؤلاء؟ راح تقول لي انت يا المواطن بين قوسين تكلح المواطن. نحن في دولة القانون. الدولة تفرض قانونها، تفرض شروط البيع والشراء. الدولة تبعث للولاة في الولايات ممنوع البيع في النقاط الفوضوية، هذا قانون. ما باعوش في الفوضوية، خصصوا مساح. يعني حبيت تقول لي الاموال الموجوده عند الموالين مش مراقبه. هذا هو. لا اسمح لي. كان فواتير لحد لا اسمح لي. خلي يعطيني حصتي من حقي من الاجابه. يعني شوف نحن لا نتحدث بديماغوجيه، نتحدث بواقعيه. اختصاص في وقت الفاصل في دقيقه ونص. تفضل. ثانيا المشكل راك طرحت يعني لب الاشكال، لانه لو كانت هنالك ما يسمى بالتراسابيليتي اللي احنا ما عندناش، اللي اشقائنا في تونس في المغرب عندهم، اللي الناس كي تروح الى الجزار وتشري مثلا كوطلات
تعرف هذاك الكوطلات تاع واش من كبش، شحال عمره، شكون باباه وشكون يماه، يعني بطاقه تعريف هويه تاع الماشيه. احنا ما عندناش هذه وحده. ثانيا نحن باذن الله بعد هذه الواقعه وبعد هذه الفاجعه لن نرضى السنه الماضيه باذن الله تعالى اذا كنا السنه القادمه باذن الله اذا كنا من الحيين ان شاء الله لن نرضى ان يتم بيع خروف واحد بدون وصل وبدون اسم البائع، لأن هنالك انت لازم شيء جميل. لا لازم تبادر به. شيء جميل. ما تقولش جميل، ما راناش في نلعب نصفقوا. شوف لازم تهبط تلعب في التيران. هذه الهضره سهله سي مصطفى. ماهيش سهله والله، غير سهله. ما تقدروش علاه ما تخدموش بالوصول. كمل ونجاوب. اخدم بالوصل. كمل ونجاوب. ما يساعدهمش العمل كمل ونجاوبك حاجه. ويتغنون ببيع 4 ملايين و5 ملايين و3 ملايين، ولما تتحدث سيد الصحفي هذا نفس المشكل لما تحدثنا عن الخضر والفواكه واش يقول لك؟ يقول لك البائع والفلاح ما يقدرش يخدم اسمح لي لحظه فقط لحظه. شوف التناقض تاع السي مصطفى. العام اللي فات يقول لك في 2015 جاتنا الدوباج من المغرب، ودرك يعطي لي المغرب وتونس كوم ريفيرونس. ما تناقضش كوم ريفيرونس في تراسابيليتي. واش بك تخرج الحاج نروح الفاصل يا سي زبدي، نروح الفاصل. اشتهي نرجع مع ضيوفي ومع ضيوفي عبر الهاتف ايضا الشيخ شمس الدين ليعطينا أحلية الأضحية إن كانت مريضة أو غير مريضة، وكذلك مع السيد نائب رئيس فدرالية وطنية لربي المواشي. فابقوا معنا. خويا شوف واسمع، انا نشرب الحليب، الحومه يعيطوا لي ليكسبير تاع الحليب، انا هو السوبرمان تاع الحليب، نشري غير المخير، واحد ما يغالبني واحد ما يوريلي، ساشي بودره ياشتي جبتهم كامل. بصح حتى ما تعرفش المخير تاع المخير. الجزائري عندما يمشي للسوق ويروح يشري اضحيه موش غبي. فالاضحيات اللي مشات للسوق ولا مشات للنقاط تاع البيع كانت اضحيات ذات صحه لا باس بها، لانه المواطن ماهوش غبي باش يشري وحده اضحيه مريضه. كذلك الموال اللي راهو يروح يدي الغنم نتاعو باش الاضحيات نتاعو يديهم للسوق ويديها مريضه ويروح يحط الشك كاع في القطيع نتاعو ماهوش مهبول. اذا القطيع اللي مشى بصحه جيده. معظم انا نتكلم على المواله، ما نتكلمش على الناس اللي عاودت البيع. فالمواله وزاره الفلاحه لاول مره نظن في تاريخ الجزائر انه السيد وزير الفلاحه عندما راسل الولاة وخصصوا في هذا العام نقاط مساحات للبيع المواله مباشره للمواطنين. والاسعار اللي كانت محسوسه وكل الناس تتاكد باللي تقول باللي القيمه نتاع الماليه اللي ما بين السنوات الماضيه وهذه السنه نتيجه هذا الاجراء اللي وصل للموال من المناطق السهوبيه، عطاو لهم محطات وين يبيعوا، باعوا مباشره للمواطنين، واصبح المواطن استفاد من 1 مليون حتى 1.5 مليون في الماشيه. صح ما كاش واحد مريض باش يروح يشري ماشيه مريضه، والماشيه اللي تكون مريضه تكون عندها الاعراض نتاع المرض في السوق. ماذا حدث؟ اسمح لي درك نلحق لك الحدث. عندنا عده فرضيات وما نخبوا حتى فرضيه، لانه اليوم شعبنا وحنا ولاد هذا الشعب، واذا كان اللي نروحوا ندسوا حاجه ونتسببوا في المرض نتاع الشعب، انا قلت لك باللي تعتبر جريمه. انا من هذا المنبر واش نقول خويا؟ اولا كاين شجاعه مهنيه تاع السيد وزير الفلاحه اللي فتح تحقيق، والتحقيق عطاوه للمخبر الرسمي تاع الدرك الوطني وتاع الامن الوطني ويشوفوا لنا عينات ونتبعوها. انا كنت تكلمت له البارح عندما عيطتوا لي، وما رانيش ما ننجمش نعطي واحد الاسئله ولا واحد التفسيرات وهميه. تكلمت مع رئيس الجمعيه الوطنيه السي محمد بوركه ربيله من سبدو، تكلمت على موالين، وتكلمت مع ناس اللي عندهم الجزارين، وتكلمت حتى مع ناس اللي قاموا بعمليه الذبح اليومي نهار العيد. كانوا عطاو لي تفسيرات متقاربه ولكن مختلفه. فاولا الكيفيه نتاع الذبح، وين قال لي انسان ذاك اليوم نهار الذبيحه الناس اللي تذبح كانت ما تطيرش للناس. بعض الاخوه اللي خلاو حاشاك الجهاز البولي اللي تخرج منه الفضلات لم يبتر، قال له هذه العمليه تنجموا تجربوها دركا، انها الا كان لم يبتر هذا الجهاز اللي خرج الفضلات، فالعمليه راهي تنجم اللحم تبدا فيه فوحه وينجم يروح له للون الازرق. قال لي النقطه الثانيه
انه احترام هذا بوشي وفي نفس الوقت موال. يقول باللي الاضحيه نهار اللي تنذبح تقعد من 4 سوايع حتى 10 سوايع في بلاصه تكون ايري، يعني تكون فيها الهواء وتكون في الظل، ومن بعد نهار اللي تقعد هذه المده تدخل للتبريد. هل الاخوه او السيد الفاضل كان قال كلمه قبيلات، علاش اللي حتى نصيبوا واحد هنا زوج كاين اللي شراو مع بعض، واحد زرقت له وواحد ما زرقتلوش. علاش حتى يعني لازم نروحوا للاسباب الحقيقيه. كاين كذلك حتى التخزين نتاع اللحوم في الثلاجات ماهوش نفس التخزين. واليوم بكل امانه لانه الانسان غدوه قدام ربي كيموت ما كاينش اللي يروح معاه. كاين موال كبير من عين والساره في الهاتف، فطرحت له السؤال وقلت له جاوبني بكل نزاهه. واش يقول هذا الموال؟ يقول المواله اللي مشاو للنقاط اللي خصصتهم وزاره الفلاحه كانوا يوكلوا العلف اللي عنده 6 شهور وهو يوكل ذاك العلف في ذاك الخروف. بعض الاخوه سمحهم الله تجار ولا اللي عاودوا البيع راحوا شراوا المال الكبش من عند الموال من الجلفه ولا من البيض ولا، لانه حتى الكلام نتاع السيد مدير المصالح البيطريه راه يشير لها. وين كاين الموقع الرسمي يعني الموطن الرسمي نتاع الماشيه، الجلفه، البيض، النعامه، السعيده، التبسه، الهضاب العليا، وين كاين المرض ما يظهرش. وين ظهر في تيزي وزو، في شلف، في الجزائر العاصمه وما ضواحيها. معناتها ظهر وين؟ مشات الماشيه، ناس راحت شرات الماشيه من بعيد جابتها في مده معينه، لو مود دونغراسمون. هذا موال قال لي باللي الناس شرات، وكاين اللي عنده 6 شهور يوكل الشعير، في ذا 15 يوم ولا 20 يوم تبدلت العمليه. السيد هذو ما همش موال اللي قاموا بهذه العمليه تاع تغيير النمط الغذائي. سيدي كومر اسمح لي هذه نقطه حساسه. بدلوا الماكله، الخروف اللي كان ياكل الشعير نهار 15 يوم الاخرانيه مثلا وكلوا له الفارينه اللي ناكلوها الجران، الفارينه اللي تنطحن ماكله، والا بدلوا له المايس. صرا له ان شونجمون في لو ريجيم اليمونتير، صرات له حاجه المسنتين دياري. بون اذا هذا تفسير المواله ما يخدموش هذه الخدمه. ولكن هذا صار العوام الماضيه مش غير لا ما صراتش. وانا عندما كانه كلام هذا في 2016 ما اكتشفناه. لا اسمح لي بس نزيد لك مليح. نعم عندك دائما الاستاذ الفاضل كان يتكلم ويقول باللي الحادثه هذه صارت في المغرب، ولكن انا نقول لاخواني اين هي الطرق الاستشرافيه؟ علاش ما يقولوا لناش واش صرا في المغرب ونعسوا رواح؟ علاش نتقعدوا حتى وين ما يضرب الفاس في الراس؟ اليوم احنا كقطاع، وانا يا مانيش مع السي مصطفى عندما يقول باللي عمليه تغطيه، والله ما كانت عمليه تغطيه. العمليه نتاع نهار اللي بدات تديكلاري الناس محاوله تغطيه، نهار اللي كانت فيها محاوله تغطيه بدليل. اسمح لي بدليل، خاصنا نكمل بدليل. امبارح درت روبورتاج، كاين بعض القنوات درت روبورتاج. إذا تتذكر أعطيني الأرقام التي تم تسجيلها على مستوى معهد مخبر البيطرة للجزائر العاصمة. تعرف شحال ذكروا العدد؟ ذكروا عدد واحد. والآن المدير العام للوزارة يذكر مئات الحالات. نعرف بأن العاصمة هي أكبر ولاية في الجزائر من الكثافة السكانية. إذا كانت العاصمة فيها حالة واحدة فكيف الآن نتكلم عن مئات الحالات؟ أنا لما تحدثت أنه هنالك محاولة لتغطية الوقائع، ولما بادرت ب يعني التثمين قرار السيد وزير الفلاحة لأنه قرار شجاع مانيش نضرب له في الشتاء، لأنه هذا ما حدث وللأسف الشديد. زيد على طيب ذلك هذا غش انت تشوف فيه غش، هذا غش تجاري. دوك نعطيك المواطنين تعرضوا لغش. المواطن حسب المعطيات التي لابد ان نؤكدها علميا، لانه ظهرت بعض النظريات، واسمح لي كاين بعض النظريات يعني انا راسي حبس انا صدق انا خلاص تبلوكيت. كيف الناس تهضر علميا وعندنا نخبه تاع بياطي راهم يبحثوا، ويجي واحد يقول لي سنا كتبتها يعني باش ما ننساهاش، يقول لك اللحم يسخن ويشوفي. هذه وين سمعتها هذه؟ يجيني واحد اخر يقول لي كي تحط اللحم مع الخضره تولي خضراء. يعني بعض المعطيات لا اسمعنا خليني مغالطه بصح هذه راك تغلط في الناس. حوار مفتوح تفضل. فهمت؟ يعني هذه المسألة نهضروا حوار علمي. حوار العلمي انه هذه الظاهره استثنائيه كما ذكرت. هذه الظاهره مست غالبيه
المناطق على التراب الوطني. ولولا ستر الله ولم يتفطنوا لها ربما الناس اللي كلات راهي في نزيد لك حاجه واحده اخرى. وعلميا انا راني نهضر لك، راني نقول لك هضره تاع اساتذه تاع دي بروفيسور. لازم تعرف انه الماده التي ذكرتها والمتمثله في الكورتيكويد تباع في الاسواق، هذه الماده تسبب ما يسمى بلاليز بروتينيك، يعني الكتل اللحميه يعني تتفتت. لما تكون الكتل اللحمية تتفتت هنا يعني يسارع في تعفن اللحم. أنا نعطيك تفسير علمي، ما نعطيكش تعليم تاع. باختصار سي بالقاسم، لا أحد يعرف ما حصل للمواشي إلا أنتم والبياطرة. يعني البياطرة مختصين في هذا المجال علميا طبيا، وأنتم يعني منكم موالون و تجار في المواشي. هل سبق وأن حصل أمر مثل هذا؟ ما هي توقعاتك أو فرضياتك في هذه النقطة؟ ولماذا سوق المواشي اليوم في الجزائر غير مقنن؟ يعني المواطن لما يشري خروف في العيد أو في أي مناسبة ثم يحصل ما يحصل للخروف، والخروف هو سلعة، بمعنى في التجارة هو سلعة، لا وجود لآثار لهذه لعملية البيع والشراء، لا وجود لفاتورة، لا وجود لوصل. تفضل. مساء الخير، أشكرك وأشكر قناتكم وأشكر ضيوفك وخاصة السيد رئيس جمعية المستهلك على دفاعه ونضاله، ومن حقه أن يدافع على المستهلكين. ونحن من رؤيتنا كفيدرالية وطنية للمربين أول مرة نشوف هذه الكارثة. إذا كان قامت هذه الكارثة بفعل فاعل فهذا مجرم مس الغذاء تاع المواطنين وافسد غذاء المستهلكين خاصه. سي بالقاسم هذا الكلام كله جميل وتحدثنا فيه من بدايه الحصه، لان الوقت يداهمنا. اسمح لي المقاطعه. انتم كجمعيه وطنيه وفدراليه وطنيه لمربي المواشي، هذا ما حصل في هذا العيد يضر بكم انتم اول شيء، لانكم المعنيين بالامر والموالون داخلين في هذه الفدراليه الوطنيه تاعكم. الان كيف يمكن لشخص أن يبيع ماشية فرضا إن كانت مريضة ولا تتفطنون له؟ نحن شوف، أنا أتوقع أن هؤلاء الموالين لا يفعلون مثل هذه الفعل خاصة في الولايات الداخلية. هناك تجار موسميين خارجين عن المهنة، احتمال وقع هذا. اثنين، الشيء اللي نتوقعوه أن كما قال زميلنا قبلتي هذه الأمور تاع تخزين او تاع الذبح او طولة او كاين هناك شكوك ان هذا السيد حصل في الوريد ماده غير معروفه، احنا لحد الان ما عرفناهاش. هذا الناس اللي قدموا هذه احنا نصرفوهم. هناك في الجزائر من يحقن المواشي بمواد، هناك في الجزائر من يحقن المواشي بمواد، وهذه المواد موجوده في السوق حسب خبرتك وحسب الفيدرالية الوطنية. هنا هو معظم الموالين نقدر نبرعهم من هذه. وظهرت هناك بعض المناطق خاصة في الشرق الجزائري حقن الهرمون أوكسوليجين. هذا الهرمون ينشط الخلايا الأنثوية عند الحيوان ويوقع عدم توازن. هذه الحالة ظهرت، لكن هذا الهرمون ممنوع ومحظور. لكن الشيء اللي شفناه ان عمليه تفسخ تاع اللحوم هذه ظاهره غريبه جدا على الموالين وحتى على المجتمع الجزائري. وانا اطالب كنائب رئيس الفيدراليه بالتحقيق حول هذه ومتابعه هؤلاء المجرمين. باختصار شديد في 30 ثانيه سي بالقاسم، هل يمكن ان نقنن سوق المواشي في الجزائر؟ هل يمكن ان اصل هل يمكن ان اصل انا كمواطن وانت كمواطن وغيرك كزبون وما الى ذلك ان نصل الى يوم نشتري فيه الخروف او الاضحيه بوصل او بفاتوره، واذا ما اكتشفنا امر مثل هذا يستطيع المواطن، انا اتكلم عن الزوالي الذي تسلف اموالا او ادخر اموال لشراء خروف ثم اكتشف بانه مريض، يعني هل يمكن ان نصل الى يوم يكون فيه تعويض حق الناس؟ هناك نموذج من وزارة التجارة موجود حول
بيع المنتوجات الفلاحيه والحيوانيه وحتى الاسماك موجود هذا النموذج، وكان يمكن انه يطبق في هذه الطائفه، لكن لضروره ما عطل وموجود النموذج، باذن الله النموذج هذا يكون كاين منه شيء. ممتاز. سي بالقاسم مزروع نائب رئيس فدراليه وطنيه مربي المواشي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشره عبر الهاتف. والله اشكرك يا اخ بالقاسم، يعني اشكرك وافلجت صدورنا يعني بمثل هذه الاحاديث وبمثل هذه الاعترافات، يعني وشهد شاهد من اهلها. هو موال يقول لك لاول مره نشوفوا كارثه كما هذه، واعترف بلسانه وجود بعض الهرمونات التي تم اعطائها. كنت قبل الفاصل باش نعطيك كلمه ما عطيتهالكش. نعم. على تقنين سوق المواشي وكيف نجعل من هذا السوق سوقا خاليا من كل مظاهر الغش. شوف اولا فضل. هذا هو المبتغى نتاع سواء وزاره الفلاحه او وزاره التجاره لتقنين التجاره الداخليه في القطاع الفلاحي. وراه تكلم الاخ من بسكره على النموذج، ولكن انا الشيء اللي كنت نتكلم انا نقول لك باللي مستقبلا رانا رايحين لتقنين سوق اللحوم البيضاء والحمراء والخضروات، ولكن ماهوش انا حبيت نقول كلام اللي ربما ما يفهموناش الناس غلط يا اخواني، ما نقفزوش على الواقع اللي رانا عايشينه. رانا نقولوا باللي اليوم يجي اليوم ان شاء الله اللي نروحوا لزوج حوايج، الامورات العلميه اللي كان يتكلم عليها الاستاذ زبدي، والامورات التجاريه القانونيه اللي راه كل مثلا الدول المتقدمه تتمشى فيها. اما اني نقول لك باللي سوق في يوم واحد في 48 ولايه 4 ملايين ونص تقريبا 5 ملايين عمليه ضخمه، 5 ملايين راس تنتباع. انت راك انا مانيش من الناس اللي نكذب على الشعب الجزائري ونقول له واحد اللي خرج من داره منين راك رايح تشري. الحكومه دارت الاشياء اللي تندار عليها، واش حطت نقاط البيع، حطت البياطيره، حطت الرقابه نتاع وزاره التجاره يدوروا. ولكن اليوم واقع الواقعه، احنا عند موقعة هذه الواقعة ماناش ناكرينها وما نتستروش عليها، لانه من يتستر عن الهرمونات اللي راهي تنتباع في السوق انا اعتبره مشارك في الجريمه. انا الانسان اللي يشوف حاجه تضر الشعب الجزائري، وهذه اسمح لي مليح هذه راهم يتضرروا منها المواله، هذا الضربه موجهه للمواله، لانه بدا السوق يتحكم. يعني البادره نتاع تخصيص مساحات معينه لبيع الاضاحي من عند الموال اللي هو المنتج الى المستهلك مباشره، والقضاء على بعض الناس اللي كانت تلعب، وقالها هو الاخ هذا اللي كانت تلعب في شهر يدي الملايير على حساب الموال. هذا الموال مساكن اللي راهم يلحقوا لنا اللحم، كاين اللي مساكن بكري قبل ما الحكومه تاخذ اجراءات، ولادهم والله ما كانوا يقروهم مساكين، عايشين في معاناه باش يلحقوا لنا اللحم ونعيشوه. اليوم حنايا بعض الاخوه يحطوهم باللي خذوا لهم ما كاش منها، الضحيه تاع العمليه هما المواله والناس اللي حابه تجيب اللحم من الخارج، هم اللي يديروا في هذه الضغوطات. المواله يخدموا بطريقه نزيهه وما يحبوش المال نتاعهم ويكون مريض، لانه اي موال عنده قاطع عندما تكون عنده مرض راه يتخسر له الرزق نتاعو. اذا شوف هنا، شوف هذه المشاهد يوكلوا في الماكله تاع الدجاج. هذا اسمح لي مليح نتفاهموا مليح، هذا ستان اليمون دو بيطاي، والاليمون دو بيطاي هذا فيه دي كونسونطري مصنوع في مصانع جزائريه مراقبه بمخابر، وهذه هنا حكموا لهذه التصويره ونروحوا نجيبوها وندوها لي زاناليز، هذه ما ديرش مضره انا مسؤول على الكلام نتاعي. لا بصح اعترف بلسانه انه يمد لهم لاليمون دو فولاي، اعترف. لا يا اخي اعترف في الشريط. لا تكلم على الهرمونات قال لك. لا نهضروا على هذا الشريط، انا حبيت اضافه فقط اذا سمحت لي. تفضل. شوف لازم نعرفوا انه الموال والراعي هي مهنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي مهنة شريفة. نعم. ونحن لم نشكك يعني في هذا الموالين، ما هضرناش عن موالين. ولما تهضر الاخ عن الهرمونات هضر لك عن الناس اللي يديو باش يعاودوا يزيدوا يسمنوهم حليب ناشفة من غير حليب اخر، ينشرب بارد وسخون وسمته هايلة. شفاء حليب أصيل كله فيتامينات، قوة وطاقة لكل العالم. كسرش راسك صاحبي، سخن واشرب ما تغليش. أنا نقول لك حليب شفاء 200% تاع الصح. باش يتفادوا أمراض القلب والأوعية الدموية، ننصح ديما الناس والمرضى التوعي يراقبوا التغذية ديالهم. كثير من المواد الغذائية وخاصة الدهنية يكون فيهم مادة خطيرة، وهي الأحماض الدهنية ترانس اللي تظهر بعد عملية الهدرجة. هذه الدهون ترانس كي تكون بكمية كبيرة تزيد من الكوليسترول السيء وتقلل من الكوليسترول الجيد. سول هي الوحيدة في الجزائر اللي خمت في المستهلك ديالها وقدمت مارغرين 100% نباتية وغير مهدرجة بنسبة أحماض دهنية ترانس شبه منعدمة.
وقرار لجنة التحكيم هو أنه جائزة أحسن قهوة تفوز بها فاميكو. فاميكو تتوج بجائزة أحسن قهوة من حيث الجودة والاقتصاد. فاميكو، صحة واقتصاد. وباش يروح يقرأ مناديل ميو بيبي خمت في كل شيء. ميو بيبي سكول علبة صغيرة يديها معاه ويلقاها في كل وقت. امسح وانجح مع ميو بيبي سكول. ميريندا خوخ، دوخ ودوخ. تعرف جبت البرمي الضربة الأولى. بيرمي على حسوقي به فيلو. لا بولو. حقا نسيت ما قلت لكش راني نلعب في طومبولة قهوة رياضو. طوموبيل أنا اللي نبيعها إن شاء الله. أنا تاني نلعب طنبولة باش نربح أوفر بارك. زيادة على بولو كليو 4 عمرها لشخصين باغيغ مناقش وبزاف هدايا للأطفال باش تربحوا. اجمعوا 4 قصاصات قهوة رياضو وبعثوهم للعنوان التالي: مسابقة قهوة رياضو طريق المخرج الجنوبي بوفريك البوليدة. السحب راح يكون يوم 29 سبتمبر. الدعوة عامة. صحة رياضو. في يوم من الأيام وبين الهضاب العليا اتبحر ولد السلطان، كان تعبان وبزاف عطشان، وبالصدفة اتلاقى مع أروى أميرة المياه العذبة وقالت له: اتفضل اشرب يا عطشان. أروى نقية وصافية وصحة للأبدان. ومن ذاك النهار أصبح كل عاشق الولهان من غير أروى ما يهوى، ديما معاه في كل مكان، يشربها حتى في الخدمة ومحال ينساها في القضيان. هو عليها ما يستغنى وعلى الطابلة هي السلطان، العيلة الكل بيها تزهى وتطفي نار العطشان. وهذه هي حكاية أروى، جبناها من الهضاب العليا في الجزائر الغالية. أروى من نبعك نار. طعم بصبيع يفكرنا في بنة طعام زمان. يا محلى اللمة والفرحة مع بونال، سر القهوة والبنة في بونال. شحال بنينة ونكهتها معانا ديما، بونال تجمعنا تهدينا والبنة قهوة بونال في القاعدة هي اللي تسهينا. سر القهوة والبنة في بونال، شحال بنينة. قهوة بونال هي المخيرة وديما في القمة. ميريندا خوخ، دوخ ودوخ. يقولوا ناس زمان الصحة هي الصح، وعلى هذا نخير دايما الحليب الأفضل لولادي. أنا اخترت لهم حليب ميلكو سبخاي، على خاطر حليب كامل وغني بالفيتامينات والمعادن اللي تساعد على نمو صحي وقوي. أنا نحب نمد لهم الحليب اللي نخلطه بيدي. مسحوق حليب ميلكو سبخاي ما نقدرش نستغنى عليه. على بالكم علاش؟ على خاطر على بالي واش راني نشرب واش راني نمد لولادي. ميلكو سبخاي، حليب كيما نحبوه. حبيتوا تجوزوا دخول مدرسي هايل؟ في كل علبة تختينو تصيبوا هدية، لوحة رقمية ولا محفظة ولا هدايا أخرى. وعلى هذا نقولوا الدخول المدرسي مع التختينو ولا والو. كاين جديد عم نجاوز، هاي نكتشفوه. واش هو جديد نجاوز اليوم علينا نحوس، واش هو جديد نجاوز اليوم علينا نحوس. هيا شوفوا جديد نجاوز مشروبات غازية محمرة بالحيوية، حيوية الفواكه الطبيعية المنعشة.
مع نقاوس. جرب مفعول الفواكه المنعشة. وباش يروح يقرأ مناديل ميو بيبي خمت في كل شيء. ميو بيبي سكول علبة صغيرة يديها معاه ويلقاها في كل وقت. امسح وانجح مع ميو بيبي سكول. استعرف جبت البرمي الضربة الأولى. بيرمي على حسوقي به فيلو. لا بولو. حقا نسيت ما قلت لك شاني نلعب في طومبولة قهوة رياضو. طوموبيل أنا اللي نبيعها إن شاء الله. أنا تاني نلعب طنبولة باش نربح أوفر بار. زيادة على بولو كليو 4 عمرها لشخصين باغور مناقش وبزاف هدايا للأطفال. باش تربحوا اجمعوا 4 قصاصات قهوة رياضو وبعثوهم للعنوان التالي: مسابقة قهوة رياضو طريق المخرج الجنوبي بوفريك البوليدة. السحب راح يكون يوم 29 سبتمبر. الدعوة عامة. صح رياضو. ميريندا خوخ دوخ ودوخ. خويا شوف واسمع، انا نشرب الحليب. الحومه يعيطوا لي ليكسبير تاع الحليب. انا هو السوبرمان تاع الحليب. نشري غير المخير. واحد ما يغالبني واحد ما يوريلي. ساشي بودره ياشتي جبتهم كامل. حتى ما تعرفش المخير تاع الساعة. حليبنا شفاء من غير حليب آخر، ينشرب بارد وسخون وسمته هايلة. شفاء حليب أصيل كله فيتامينات، قوة وطاقة لكل العام. كسرش راسك صاحبي، سخن واشرب ما تغليش. أنا نقول لك حليب شفاء 200% تاع الصح. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نحن نناقش في هذا العدد ما حصل لبعض أضاحي الجزائريين من تعفن وتغير في لون اللحوم، ما تسبب في رميها وحرمانهم من التضحية. معي مباشرة عبر الهاتف نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي سي بالقاسم مزروع. سي بالقاسم مساء الخير. بالقاسم مزروع مساء الخير. النور أخي الكريم. أنه كانت هنالك بعض المحاولات لتغطية الموضوع، ولكن من هذا المنبر أشيد وأحيي قرار السيد وزير الفلاحة بفتح التحقيق. قرار السيد وزير الفلاحة لأنه قرار شجاع عكس ما كنا نسمعه في الأيام القليلة الماضية، وعلى حساب يعني الأسطوانات القديمة ما زالوا نفس الحديث تاع الرطوبة. إذا كان عامل الرطوبة، لماذا تم استثناء ولايات أخرى؟ لماذا تم استثناء شلف؟ لماذا تم استثناء الجلفة؟ استثناء البيض؟ نحن نتمنى أن يكون عامل الرطوبة حقيقي وعامل الحرارة حقيقي، وكنا نتمنى من السيد مدير المصالح البيطرية أن يستدعينا يعطينا. وفي حصتك الأخ ياسر قلت راني مستعد، وفي عدة حصص رانا مستعدين كتنظيم أننا نقدم يد المساعدة وأننا نعطي ما لدينا من معلومات للمصالح البيطرية لكي تقوم بالتحقيق. زد على ذلك، ابتداء من يوم الأربعاء كانت الناس تروح إلى المصالح البيطرية، ماهوش مصالح كانت تروح ليزانسبكسيون. طيب واش كانوا يديروا لهم؟ كانوا يقولوا لهم ديو الماشية تاعكم، ما عندنا واش نقدروا نديروا لكم. وإذا أراد أن نذكر له بعض الحالات سوف أذكر له بعض الحالات. هنالك بعض البيطريين الذين قاموا بأخذ عينات. عندنا ولاية من الغرب 11 عينة لأجل إرسالها إلى المخبر الجهوي. رئيس البلدية رفض الإمضاء على إرسال العينات، وبالتالي لما أقول أحيي قرار السيد وزير الفلاحة فإني أحيي قرار السيد وزير الفلاحة. كاين حاجة واحدة أخرى، لو أردنا أن نتحدث حديثا علميا، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تعفن ماشية دون أخرى في نفس الظروف وفي نفس الرطوبة؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التعفن من داخل الفخذ جيجو إلى خارجه؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تعفن هذه اللحوم وهي في مرحلة تجمد؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه التعفنات في أماكن معينة من الماشية ثم انتشارها؟
كلها أسئلة علمية تحتاج إلى إجابات. وبالتالي فإن عامل الرطوبة والمناخ بالنسبة لنا كمنظمة نحيناه إكرتيناه حتى في اليوم الثالث من تلقينا لهذه الشكاوى. زد على ذلك لما نتحدث عن السلامة الحيوانية، أنا أتحدى المصالح البيطرية. هل ترى في السوق الجزائري يوجد ما يسمى بلا ديكزاميتازون التي تباع إلى الماشية أم لا؟ والناس العلميين يفهموا واش راني نهضر بلا ديكزاميتازون، وهو ستان كورتيكويد الذي إن استعملته للأخ في سمانة يزيد 10 كيلو. هل ترى موجود أم لا؟ إذا كان موجود ويباع فهنا الطامة الكبرى على رانا ساكتين عليها، لأن الفرضية الأولى التي قدمناها الآن والتي نحن متمسكين بها والتي لا نتهم كل الموالين، أنت مش موالين، صحيح أنها حالات بالمئات، ولكن البلدان المتقدمة، البلدان المسؤولة، البلدان التي تخاف على مواطنيها كي تكون حالة واحدة غريبة. ولدينا من البياطرة الذين 20 سنة خدموا وقال لك عمرنا ولا شفنا حالات مثل هذه. إذا حتى لو كانت حالة واحدة فإنها تستدعي أن نبحث وأن ندقق وأن نعرف الأسباب والمسببات، وحتى أن نعاقب إذا كانت هنالك أيدي في أنت ترجح فرضية التسمين، هذا هو. هذه هي الفرضية القائمة. ولكن ربما السؤال المطروح في هذه النقطة أن التسمين لم يكن فقط في 2016، يعني ليس في هذا العيد فقط. وهنا السؤال أيضا، لماذا أصيبت الماشية بهذا التعفن في اللحوم في هذا التسمين فقط؟ هل هذا راجع إلى أدوية منتهية الصلاحية؟ هل هذا راجع لظروف أخرى؟ هذا نقدر نجاوب. تفضل. ليكن في علمك أن الظاهرة التي تحدث الآن في الجزائر هي نفس الظاهرة التي حدثت في بلد شقيق وبالأخص في المغرب في عيد 2015. في عيد 2015 نفس الظاهرة حدثت. احنا نعرف بأن هنالك تهريب، ومثل هذه المنتوجات يتم تهريبها. لا ديكزاميتازون اون بودر راهي تتباع ويتم استعمالها، حتى أن حبيبات يتم استعمالها لأجل التسمين السريع للماشية. إذا مع الناس أنها تتطور كما شفنا في التحقيق تاعك آخر مرة استضفتني، الناس تمد الأعلاف تاع الدواجن والناس تصرح بها أني أعطي علف الدواجن، ربما لأنه العلف أصبح غالي، ربما مانيش عارف، عدة أمور. هذه أسئلة لابد إن تم التحقيق، ويعني أثمن مبادرة إجراء تحاليل يعني مخبرية حتى نقطع الشك يعني باليقين. ولكن قبل ذلك مفروض أنه قبل ما نلحقوا للتعفن هناك أجهزة للرقابة على المواشي في الأسواق، وأجهزة للرقابة على الموالين، ومنع هذا الدواء. ما يقدروش يعرفوا. لا الدواء موجود في السوق أنا نقول لك، ولكن البيطري ما يقدرش يعرف هل ترى شرب ولا ما شربش، ولا كلا ولا ما كلاش هذا الدواء، لأنه الإشكال الكبير لازم نقولوها. تفضل. وهنا نقطة جوهرية، لأنه ما عندناش ما يسمى بلا تراسابيليتي. لما أنت تروح إلى السوق تشري ماشية فسدت لك كما قلت مثلا، كنت تحدثنا قبيله عندكم عامل يخلص مانيش عارف ناجون شركه شرح له لمن يطلب التعويض. سنتكلم عن هذه النقطه بالذات في فوضويه الاسواق. الحاج تفضل. شكرا. يعني سمعت كلام دكتور بوغالم مدير المصالح البيطريه، سمعت كلام دكتور مصطفى زبدي ايضا عن فرضيه، رجح فرضيه التسمين. انت كرئيس غرفه الفلاحيه، الغرفه الفلاحيه فيها شعب من بينها شعبه المواشي. نعم. وعندك خبره في هذا المجال، أي فرضية ترجح؟ ويجب أن نجيب الرأي العام، ماذا حدث لمواشيهم؟ أولا شكرا على الاستضافة. السلام عليكم، ونقول لكافة الشعب الجزائري عيد مبارك، وأقول للإخوة اللي تضررت المشية نتاعهم على كل حال احنا رانا متضامنين معاهم كمربيين وكفلاحين. ولكن اليوم وأنا نثمن الكلام اللي كان يقوله الأخ الفاضل، انه تثمين القرار تاع السيد معالي وزير الفلاحه اللي فتح تحقيق في هذا المجال. انا عندي غير بين قوسين، اولا عندما اليوم نشوفوا باللي كاين قضيه كما هذه اللي راهي تمس مصلحه، يعني المصلحه المباشره للصحه تاع المواطنين، ويعني والتحرك بهذه الطريقه، انا نقول باللي رانا على ما اظن في الطريق الصحيح، وما كاش انسان اللي زايد على الاخر فيما يخص الصحه تاع المواطنين، لاننا كلنا مواطنين، كلنا جزائريين، والانسان اللي راهو يروح يحط ماده معينه باش يديرها في اي منتوج باش يغش، فهذه تعتبر جريمه في حق المجتمع.
اليوم انا درك نتكلم لك واش كان يقول السيد المدير المركزي على مستوى وزاره الفلاحه المكلف بالبيطره والانتاج الحيواني. فاولا باش نكونوا منصفين انه العيد باش نروحوا للتسلسل نتاع الاحداث نتاع قبل ما يلحق العيد، فوزاره الفلاحه حطت عده اجراءات قبل العيد. اولا حمله توعويه فيما يخص ظروف الذبح وظروف تحضير الأضحية والكيفية العلمية والكيفية العصرية كيفاش الناس تذبح. وخصصت راه يقول السيد المدير البيطرة حوالي 2000، وهذه شاهدناها يوميا نحن نهار العيد، وخصصت المذابح الرسمية. ووصلت وين الإعلان نتاع وزارة الفلاحة اللي قالت نطلب من المواطنين يدوا الأضحية نتاعهم للمسالخ الرسمية. يعني هذه ما كان حتى إنسان اللي يجحدها. واحدة. ثانيا نروح قبل العيد المواطن